بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الغلط اللي في الصورة دي؟ الصورة دي صورة المشروم المستوي، ده مش ني ولا حاجة. الصح في تحضير المشروم ان هو ما يتغسلش بالمية ولكن يتمسح بمنديل مبلول، علشان هو طبعا بيبقى عليه طين وحاجات زي كده. في ناس بيقولوا ان غسيله يعني بالحنفيه العاديه بيدخل ميه جواه وبيخليه مش فريش زي الاول. اوكي. دي حاجه. الحاجه التانية انه طريقه تسويه المشروم في الصوره دي كان عباره عن ان انا شوحته في الزيت وفضلت اقلب فيه بس مش كتير، يعني لانه ما بياخدش وقت. وحطيت في الاخر عليه نسبة معينة من الخل، في وصفات كتيرة جدا للموضوع ده. طب ايه الهدف من المشروم ده؟ يعني هو مستاهل ده كله؟ هو يعني اكيد غالي يعني. هو عبارة عن فطر ولكن يحتوي على نسبة عالية جدا من البروتين النباتي طبعا. ف وكمان بيحتوي على بوتاسيوم، وبيحتوي على كالسيوم وفيتامين د، مع حاجات تانية والياف ومضادات اكسدة. ف يعني انت مش ضروري تاكل حلة كاملة من المشروم، ولكن الكمية دي ممكن نصها حتى يبقى كافي، او يعني تكفي شخصين. ويعني ان شاء الله تستفادوا من الفوائد بتاعته، وربنا ان شاء الله يشفينا جميعا.